الفانوس. ايه حكاية الفانوس وارتباطه بشهر رمضان، وليه احنا رابطين الفرحة بشهر رمضان؟ اول ما يجي شهر رمضان نجيب الفانوس ونهدي حبايبنا عشان نفرحهم برمضان. يا ترى ايه الحكاية ورا الفانوس وارتباطه برمضان؟ لو رجعنا بالزمن لورا هنعرف ان الفانوس كان مجرد حاجة للإنارة الليلية. لما تكون الليالي ضلمة قوي ومفيش قمر، الناس بيشغلوا الفانوس ده وبينوروا بيه الشوارع وبياخدوه هم رايحين المسجد يصلوا. ولكن ارتبط الفانوس عندنا هنا في مصر بالدولة الفاطمية في مصر. بدأت القصة لما كانوا المصريين في القاهرة مستنيين وصول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي للقاهرة ليلا في رمضان، فأمرهم جوهر الصقلي اللي كان القائد العسكري وقتها وكان نائب الخليفة إن هم يضيئوا الشوارع بالشموع انتظارا للخليفة الفاطمي. فالناس جابوا حتة خشبة وحطوا عليها الشمعة وغطوها بالجلد عشان الهواء ما يطفيش الشمعة، ومن هنا بدأت حكاية الفانوس تنتشر في مصر. وبعدها انتشرت فكرة الفانوس وارتبطت برمضان، وأصبح الفانوس بيمثل الفرحة لقدوم شهر رمضان، وبعد كده انتشر في جميع الدول العربية، ومن هنا بدأ الفانوس يبقى أهم طقوس رمضان ومن العادات الجميلة المفرحة اللي بتحصل عند قدوم رمضان. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.